المساء يسرنا أن نقدم لحضراتكم ضيفا عزيزا من رياضي الطيران الشراعي، وإحنا نعتذر بعض الشيء بسبب تأخرنا يعني في الظهور على الشاشة مباشرة بسبب الإجراءات الموجودة في الاستوديو وبعض الأمور الأخرى، ولا سيما الأمور اللي تتعلق بالأجهزة الفنية التي تتعلق بالطيران الشراعي. أعزائي المشاهدين، هذا المساء نستضيف الكابتن محمد ياسين، وهو أحد أبطال العالم برياضة الطيران الشراعي وما تسمى الطيران الانحداري. أهلا بك الأخ محمد في هذا الوقت المتأخر من الليل في قناة أشتار الفضائية. يا أهلا وسهلا بكم، يسعدني أنه أكون بهالقناة لأن هي القناة السباقة اللي كانت معانا بهذا المجال الرياضي. أعزائي المشاهدين، طبعا هذا المساء وهذه الليلة سنقضيها معكم على الهواء مباشرة لمدة ساعة من الآن، وطبعا هناك مفاجآت كثيرة يعني من خلال عرض بعض الصور الجوية. يعني احنا الآن في الأرض ولكن سنبتعد قليلا في السماء بعد لحظات إن شاء الله. وطبعا احنا سبق وأن قدمنا الكابتن أيضا فريد لفتة في برنامج سابق، لكن كان ما يتعلق بالقفز بالمظلات. هذا المساء نقدم الأخ حيدر. محمد، طبعا نشكرك جزيل الشكر أنت وجماعتك الإخوان، بعدين راح نرد أسمائهم من خلال هذه الفقرات، فقرات البرنامج. لكن قبل أن ندخل أعزائي المشاهدين إلى صلب البرنامج مباشرة، ستكون هواتفنا أيضا مفتوحة أمامكم لاستقبال المكالمات الهاتفية. ونقضي الآن بضع دقائق أعزائي المشاهدين. اليوم وفد الطيران الانحداري من الموصل زار قناة أشتار الفضائية. إذن أعزائي المشاهدين، أترككم مع هذه المشاهد مباشرة من قناة أشتار الفضائية. احنا اعزائي المشاهدين هذه الليله
لن نتحدث عن كرة القدم ولا كرة السلة ولا كرة الطائرة، كل الفعاليات الرياضية الأخرى. نتحدث عن البطولات، عن الإنجازات العراقية في المحافل الدولية والقارية. الأخ محمد، نحييك في قناة أشتار مرة أخرى، ولا بد من التعرف على سيرتك الرياضية وحتى الشخصية يعني من خلال برنامج الأسبوع الرياضي. والله هي سيرتي الرياضية، بالبداية أنا أشكرك أستاذ على هذا اللقاء، وأشكر القناة عشتار مرة ثانية. وكانت مسيرتي الرياضية بدأت بال2005، نهاية 2004 بداية 2005. طبعا هو الفضل يعود الأخ الكبير ومعلمي، وبنفس الوقت هو أبي الكابتن الطيار صبا ياسين فتحي، رئيس الهيئة الإدارية لنادي الصقور الجوي. أنا بدأت بهذه الرياضة في نادي الصقور الجوي. هو الرجل الأول من أدخل هذه الرياضة إلى البلاد، وأول شخص طار بهذه الطائرة في العراق في منطقة كرمليس. فحبيت أنه أمارس هذه الرياضة وتعلقت بها. أول من دربني هو كابتن صبا، وبعدها حبيت أنه أطور نفسي بهذا المجال. والحمد لله يعني وصلت إلى هاي المرحلة. طبعا الفضل يعود إلى كابتن صبا وإلى كل الطيبين اللي ساهموا بتطوير هاي الرياضة الجوية. نعم. الأخ محمد، يعني هذه رياضة صعبة، يعني ولو يعني كثير من الشباب يحبون المغامرات يعني بالعراق، يعني اعتبرها مغامرة، اعتبرها يعني جرأة بنفس الوقت. طبعا. يعني لو تشوفون أعزائي المشاهدين، طبعا محمد ياسين هو من وزن الريشة، لكن هو قلبه من حديد، يعني جريء إلى درجة من مواليد 79. نعم، مواليد 79. هاي الرياضة يعني هاي مداخلة من يسموها أصحاب القلوب الفولاذية، يعني ما أي الشخص اللي جاي يقدر يطير ويتمكن إنه على الطيران. طبعا هاي بالممارسة أكيد يقوى القلب، ومثل ما تفضلت. بعدين الصنع محلي. ايه طبعا الصنع محلي. أعزائي المشاهدين، طبعا سنلتقي طبعا هذا المساء إن كان هناك حصل يعني هواتف مكالمات هاتفية، وسنستمر مع الأخ محمد ياسين. وإحنا همنا نحب المغامرات لأنه هي حلوة ويعشقها الشباب بصراحة. وراح نشوف أعزائي المشاهدين القرى المجاورة لدير مارمتة اللي هو انطلق الصورة الحديثة هذه. يعني احنا دائما كل ما نتحدث نؤكد على السبق الإعلامي. يعني هذه الصورة الحديثة انفردت بها قناة أشتار الفضائية في أجواء دير مارمتة في الموصل. أعزائي المشاهدين، الصورة تتحدث إليكم من خلال هذه المشاهد. راح يحكي، لا هو راح يتحدث. الأخ محمد، اعطينا فد وصف يعني من خلال بدء انطلاق هذه الرحلة إلى الجو. والله هاي الرحلة طبعا هي الثانية في دير مارمتي بالباراماطور، كانت الأولى من نادي الصقور الجوي، وهذه هي الرحلة الأولى من مركز رياضة السماء. هي مدرسة فتحت حديثا في الموصل لتعليم الطيران الشراعي، فهذه كانت الرحلة الأولى للمدرسة. يعني إن شاء الله ما نقول الأولى وانتهت، هاي الأولى وراح تستمر إن شاء الله، وراح نفاجئكم بكثير شغلات إن شاء الله بهذا المجال. طبعا هنا أنا ردت أطير من الأرض، ولكن كان الريح شوية مو زين، يعني الوذر كان مو زين، فاضطرينا إنه نصعد إلى قمة شوية عالية حتى نقدر نسوي الطيران أو نكمل التصوير مثل ما أنتم حبيتوا. الحمد لله وكان التصوير جيد جدا، ولكن فترات المصورين مال قناة أشتار كان غزوان وكان رامي. اي نعم المصورين ما ننسى جهودهم، هم الشباب سباقين بهذا المجال، ولكن مثل ما حكيت لك انه كان الطقس مو زين، الوذر مو زين، الريح كان شويه مو زين، ولكن حاولنا ناخذ بعض المقتطفات باسرع وقت لان كان الريح مو زين والجو كان كلش حار.
حار يعني. اي نعم الجو حار. طبعا انتم انطلاق بالجو يعني بالشتاء يكون افضل من يعني بالشتاء اذا كان غير ممطر، ولكن اذا بيه مطر مشكله يعني هم ما نقدر نطير. دائما يكون يعني شهر التاسع ما بعد شهر طيب انت خلال طيرانك وصار مطر شلون؟ ما راح يصير تاثير على الطائره، تقدر تنزل باسرع وقت، يعني ما يصير لك مشكله، بس لازم تنزل باسرع وقت. اسرع وقت. نعم. نعم. أعزائي المشاهدين، أنتم تشوفون الصورة على الهواء مباشرة، لكن في الكواليس هناك ناس يعني بصراحة مريت يعني لازم نتحدث عنهم، يعني لأن الناس كانت تعمل هنا ليل ونهار. يعني قبل حوالي أقل من نصف ساعة هنا كان يعني مكان مزدحم بالعمل بالجرأة والحركة من أجل إظهار الصورة ومن أجل تقديم مادة ممتازة وجميلة للمشاهدين الكرام. طبعا أعزائي المشاهدين لا ننسى أيضا الأخ محمد طلعت حميد، هو مسؤول المتابعة مع الأخ محمد. إن شاء الله في فرصة قادمة سنستضيف هؤلاء الأشخاص اللي هم الآن موجودين قريبين منا في يعني مجاور الاستوديو، وأيضا رائد عبد الخالق جاسم طبعا هو أمين السر لمركز رياضة السماء اللي هو مسؤول عليها الأخ محمد ياسين. محمد، نكمل مسيرتك يعني الرياضية. استاذ، أنا مثل ما حكيت لك بديت بهاي الرياضة في نادي الصقور الجوي. أول شهادة أخذتها وبالأحرى أول من ضمن الشهادات. نعم، هاي الشهادات ممكن نشوفنا. نعم، هاي الشهادات موجودة. هاي أول دورة أنا دخلت بيها. نعم. هي دورة خاصة لوزارة الشباب والرياضة. نعم. في العاصمة الحبيبة بغداد. نعم. كانت الدورة على حساب الوزارة، وطبعا أنا تميزت على الدورة نعم. كلها وأخذت أعلى مرتبة بالدورة. أي نعم. كانت أعلى درجة، وكنت أنا المتميز الوحيد بين أصدقائي الطيارين اللي موجودين وياي. وبعدها رحت إلى تركيا، دخلت دورة على حسابي الخاص. نعم. مثل ما ذكرت لك أنه بعت سيارتي الشخصية ودخلت على حسابي لأن دعم ما كان أكو. الحمد لله يعني اجتازيت الدورة بنجاح وأخذت شهادة مدرب، وأنا أول مدرب طيار عراقي. بعد أيضا مقتنيات مال أهلك يعني. نعم. حتى تكمل المشوار. نعم بعد. نعم. قسم من ذهب زوجتي، والحمد لله. يعني واحد إذا عنده هدف معين يريد يحققه لازم يحققه، مو بس إنه لازم يكون وحده، لازم يكون مساعدين وياه، لازم يكونون مشجعين وياه حتى يصل هذا الهدف أو ينال الشيء اللي يريده. فدخلت بمنظمة أمريكية للطيران الشراعي المعلق. الحمد لله الدورة ما تأخرت بي لكون أنا رحت أصلا محترف، فأخذت دورة السولو، هو المدرب منفرد يعني أدرب شخص يطير وحده. نعم. وبعدها أخذت شهادة التاندم اللي هي الطيران الزوجي، يعني إنه أطير شخص معي اثنين، نحن في طيارة واحدة. وهاي طبعا بالعراق هم أنا الوحيد، ماكو غيري إنه يطير تاندم. بعدها دخل سينان رجل معانا في مركز رياضة السماء، دخل دورة ثانية دورة التاندم وأخذ شهادة للتاندم. طيب أعزائي المشاهدين، طبعا هناك الكثير من الشهادات اللي حصل عليها الأخ الكابتن محمد ياسين، شهادات عليا وشهادات كبرى. طبعا احنا نفتخر بالحقيقة بهذا الأداء، ويمكن هو يمكن يوضح بصورة أفضل يعني. نعم، لو تسمح لي، هاي الشهادة هي شهادة التاندم الطيران المزدوج. مثل ما تفضلت لك انه انا الشخص الوحيد بالعراق مسموح لي اطير شخص معي. تعرف هاي سلامة بشر يعني وياك، مو اي الجاي يقدر يطير شخص ثاني وياه. وبعدها اخذت شهادة الصول اللي هي المنفرد، ادرب شخص يطير وحده. هاي الشهادة معترف بها في كل الدول، وهي صادرة من سان فرانسيسكو من امريكا المنظمة الدولية للطيران الشراعي. وهذه الشهادة اللي هي تثبت انه انا ماخذ المركز الثالث على العالم. هاي اخذتها في تركيا، اخذت بطولة في تركيا، بطولة دولية، اخذت المركز الثالث على العالم.
هاي الشهادة هي اللي تثبت. هذه عام 2010 ولا 2011؟ لا هذه 2009. 2009 بديتي بين 2009 و 2010. نعم. 2000 عفوا استاذ 2008 انا شاركت في البطولة الأولى في تركيا، أخذنا المركز الرابع، كنت في نادي الصقور الجوي. وبعدها شاركنا في بطولة في عام 2009، كانت في 2008 المركز الرابع، في 2009 أخذت المركز الثالث. طيب الأخ محمد، راح نأتي على ذكر أعمالك وإنجازاتك البطولية بالحقيقة، يعني أحد أبطال العالم بالطيران الشراعي الانحداري مثل ما ذكرت. هذه بطولة وهذه يعني جرأة بالحقيقة، وإحنا نهنيه يعني بصراحة. هذا الشاب اللي هو في مقتبل العمر يعني من الشباب، انه اتمنى ان تكون طيارا ايضا ان شاء الله يعني. ان شاء الله. نعم إن شاء الله. حتى تكون كامله المواصفات طبعا يعني. اكيد ان شاء الله. تحدثنا اعزائي المشاهدين عن تركيا، يعني بطوله تركيا العالميه. طبعا هو شارك بها عام 2011 في اواخر عام 2011، وهو فادنا بصراحه يعني في برنامج هذا المساء بتزويدنا ببعض اللقطات من المشاركات الخارجيه. طبعا يسرنا أن نقدم لحضراتكم أعزائي المشاهدين بطولة العالم بالطيران الشراعي في تركيا اللي أحرز بها المركز. لا هذه كانت العفو استاذ مهرجان، ما صارت بطولة كمهرجان، بس سوينا فعالية جدا غريبة ولأول مرة سوينا، يعني تصير في تركيا. نعم. انه قفزت من الطائرة، عفت الطائرة وقفزت بدون مظلة إلى البحر. نعم. حبينا انه نلفت أنظار الجمهور، انه حتى يعرفون الشعب العراقي عندهم إمكانيات وعندهم طاقات ويحبون الرياضة ويحبون السلام. فالحمد لله يعني نجحت الفكرة اللي بالنا، ولكن الصراحة أنا تأذيت، بقيت يومين يعني أعاني من ألم صدري لأن ضربت على البحر بقوة كلش. راح يشوفوها المشاهدين إن شاء الله. يعني. إن شاء الله. إذا نترككم أعزائي المشاهدين مع هذه اللقطات الجميلة من تركيا. الأخ محمد، ماذا تفعل هنا؟ أين أنت في هذه اللقطة؟ أنا طبعا جالس أمام الطيار سينان إبراهيم. اتفقنا أنه هو يقود الطائرة وأنا أجلس أمامه لكي نكمل هاي الفعالية اللي اتفقنا عليها أنا وهو. يعني هذه طائرة مو طيران شراعي؟ نعم هاي طائرة شراعية، ولكن الجنح ما مصور، نحن سلطنا الكاميرا علينا حتى تكون الفعالية لأن نحن اللي راح نسويها. فهنا أنا جالس أمام سينان أتهيأ أنه فتحت. سينان أنت علمته يعني على طيران الشراعي؟ نعم سينان دربته على طيران التاندم، ولكن مثل ما حكيت لك بالبداية أخي الكابتن صبي ياسين هو اللي دربنا. نحن أول مجموعة كان من ضمننا سينان. فهنا أنا أفتح الحزام البطن هو الأمان، وأفتح حزام الرجلين حتى أتهيأ إلى الشطة. ولكن صار لنا مشكلة هنا انه العلم العراقي بقى مشلب ويا سينان. حرامات يعني انا كنت مخليه انه العلم العراقي ينزل وياي، ولكن الحمد لله هو هم نزل بس ظل مربوط بالطائرة. يعني صارت القفزة كلش حلوة، وكانوا الجمهور متفاجئين بهيجي عمل. واتوقع بعدنا يمكن يا اما بساعات يا اما ثاني يوم شخص تركي هم حب يقلده وطلع قلد الحركة مالتنا. نفس الحركة هذه؟ نفس الحركة سويناها. شنو كان ردود أفعالكم هنا وأنتم بالجو بعد شوية أنت تنزل إلى المي؟ والله هنا الصراحة أنا كنت أفكر بالبرد لأن كان الجو كلش بارد وإنه أنا راح أقفز بالمي. بس ما خليت ببالي خوف. يعني فكرت إنه أنا لازم أرفع اسم العراق ولازم أرفع اسم مدينتي، فلازم أكمل هذه الفكرة لكون انه انتم هنا تريدون تحددون مكان السقوط، مو تمام؟ نعم هنا نحدد مكان السقوط حتى يكون سينان. هنا شمرت نفسك، رحت هنا شمرت نفسي، فهنا حددنا المكان على مود سينان يصل الى البر، يعني حتى لا يكون هو بالمي.
لقطات جميلة وحلوة يعني. شنو ردود أفعالك يعني بصراحة وأنت قاعد الآن في أجواء حلوة وجميلة هنا في والله أنا يعني أنا هسه أربيل. خنقتني العبرة حتى يعني دمعت عيوني. بس إن شاء الله نحن نشوفكم الأحلى بعد من هاي، نرفع رأس العراق إن شاء الله. هو رأس العراق مرفوع إن شاء الله. ولكن يعني بعد ما زالت هاي الغيمة من العراق إن شاء الله نشوفكم بعد الأحلى والأحلى إن شاء الله. إن شاء الله. نتحدث الأخ محمد عن البطولات الخارجية اللي قمت بالمشاركة بها. من بين هذه البطولات بطولة فرنسا. نعم. بطولة فرنسا بشكل سريع يعني عن هذه البطولة، كيف جتك الدعوة وكيف شاركت وكيف والله وصلت؟ سؤالك كلش حلو. هي بطولة فرنسا صارت بسرعة وما كنا متوقعين انه راح تصير. المشاركة اللي شاركت بيها بعام 2009 في تركيا، التقيت مع شخص او هو كان يدور انه وين كابتن محمد او وين مدرب الفريق العراقي. فالشباب شافوني قالوا لي كابتن اكو شخص عيسأل عليك. انا ما اعرف يعني من هذا الشخص، متفاجئ. حكوا لي انه شخص بريطاني. التقيت به حكى لي انه هو رئيس تحرير جريدة كروس كانتري، هي هاي المجلة امريكية كتبت علينا هاي الصور، وهاي مجلة حقيقية طبعا هي تابعة للطيران. هاي كتبت علينا. فالرجل تعرفت عليه بتركيا، فحكى لي انه انتم شو تريدون دعم، بس لا تحكي لي مادة ولا تحكي لي طيارات. فحكيت له انه نحن نريد العالم يعرفون العراق عنده طاقات وعنده. فوعدني انه سفرة الى فرنسا. الصراحة انا ما كنت مصدق يعني راح تصير، بس الرجل اوفى بوعده، ورجل هو دز لنا دعوة. اتفق ويا المنظم الالعاب الجوية في فرنسا ودزوا لنا دعوة، وطلعنا نحن من نادي الصقور ومن نادي اربيل. واجى شخص ويانا من الدوق. انت ما زلت مستمر يعني بكوميونيكيشنز، يعني اتصالات مع البعض؟ نعم يعني. طبعا اكيد موجودة العلاقات. ويمكن اول البارحة انا كنت اتكلم معه، هو رجل اسمه ادوارد. حكيت معه انه فتحنا مدرسة جديدة لازم تنزل الصور في المجلة والعدد القادم. فحكى لي انه ماكو مشكلة، بعث لي الصور. فالعلاقات دائما لازم تكون موجودة حتى يعرفون انه الشغل مستمر. وانت عندك موقع، من خلال موقعك ايضا نشاطاتك كلها لازم تثبتها بالموقع. نعم. حتى العالم يتعرف عليك اكثر فاكثر. نعم. الموقع مالنا موجود وبمواقع الصديقة من ضمن. احنا اليوم خلينا لك اياه المواقع يعني من ضمن هذه الصور يعني. هو الموقع مالنا موجود. أنا حكيت لك إنه اسم المدرسة مالنا هي مركز رياضة السماء. اسمها هي سكاي سبورت اي كيو. سكاي سبورت موجودة في أمريكا وموجودة في تركيا، ونحن الفرع يعني رياضة الجو. اي نعم. اي كيو العراق. اي نعم. نحن مو يعني هم ارادوا يسوون فرع، ولكن نحن حبينا نكون مركزية بوحدنا. فموجود عندنا رابط وموجود عندنا أصدقاء بالموقع كثار، والحمد لله يعني خلينا نقول انه اشتهرنا. طيب احنا ما دمنا نتحدث عن الجو، خلي ننطلق الاخ محمد هذه المره شلون ننطلق الى فرنسا حتى نشوف هذه المشاهد الجميله اللي اكيد راح تذكرك يعني بالكثير عن هذه الرياضه المحببه. يعني رياضه حلوه وجميله جدا، لكن بالجو ما ادري شلون. لا بالعكس كلش حلوه بالجو. اذا مع هذه المشاهد اعزائي المشاهدين تاتيكم هذه المره من العاصمه الفرنسيه باريس. محمد احكينا عن هذه اللقطات، يعني هذه اللحظات من خلال هذه العروض الجوية الحلوة الجميلة الأنيقة. والله هذه طبعا هاي فرصة راح احكي يعني بهذا الموضوع، وانا اشكرك على هذا السؤال، لان هذا السؤال انا كنت اتمناه انه تسالني اياه. هنا أنا بعد ما طرت ووصلت الارض بسلام اجى شخص ركض هيجي مبهول، قال لي انت شلون تطير بهاي الطائرة؟ قلت له ليش؟ قال شوف كل احبالها مملخة. هاي طائرتي الشخصية طبعا اكسبايرد يعني. اي نعم. انا اشتريتها جديدة على حسابي الخاص، ولكن كثر الممارسة وهذا ما اقدر اشتري بديل، وما اقدر اشتري بديل يعني غالية الثمن. فجاني شخص يركض، هو الرجل الفرنسي، حكى لي انه هاي شنو الاحبال تعبانة وشلون انت تطير بيها هيجي.
فانا ضحكت قلت له هاي هسه هنا تعبت يعني بالتيك اوف الحبل انضرب بالقاع. قال لي شلون بالقاع؟ هو كله خضار ثيل نحن عندنا، شلون بالقاع انحك؟ فانا تذكرني بهاي انه يعني حسيت نفسي انه العالم وين ونحن على امكانياتنا وين، ولكن الحمد لله هسه بدا الدعم وبدينا ان شاء الله نطور هاي الرياضه ونوصل العالم، وان شاء الله نسبق العالم بهاي الرياضه، لان احنا دائما ومن زمان نحن بهاي الرياضه الاوائل. يعني قبل ما انه يمكن انا اولد على الدنيا اكو ناس اوائل بهاي الرياضه وجابوا مراكز الاولى بهاي الرياضه، فان شاء الله نوصل العالم بعد الناس الطيبه اللي تدعم هذا الرياضه وهذا النشاط بالذات. منو دا يدعمك الان يعني بهذه الرياضه؟ والله هسه حاليا احنا الداعم الرسمي هو شخص احمد ناجي الحصيرشي من اهالي الموصل. الرجل يعني بطريق الصدفه شاف تصويرنا، كان ذاهب رحله الى بيروت وشاف التصوير فحب انه يتعرف علينا ويدعم هاي الرياضه ويدعم الشباب، وطبعا دعم بدون مقابل. يعني الرجل انا احكيه امانه بدون مقابل، حب انه هاي الرياضه تتطور وهاي الشباب تتطور نعم. إذا شفتوا أعزائي المشاهدين هذه اللقطات من فرنسا، وفرنسا مولعة أعزائي المشاهدين برياضة الألعاب الجوية، يعني كثير من الفعاليات المنوعة، يعني أحيانا يصعدون على الصخور وبعدين يرمون أنفسهم يعني دايفنج مو يسوون يعني الجو يعني هم محترفين بهذا المجال. أخ محمد شكرا، يعني حقيقة أمتعتنا بصراحة من خلال بطولاتك هذه البطولات. يعني هذه الرياضة الفردية وهناك رياضة جماعية. أحيانا الرياضة المهارية الفردية تتفوق على الرياضات الجماعية. نشوف كثير من الألعاب يعني بالحقيقة تجيب ميداليات ذهبية، لكن المجموعات ما تجيب أي شيء. فليش إحنا ما ندعم هذه الرياضة الفردية؟ يعني شوف الكيبلات مال الشراع مستهلكة رايحة، يعني حتى قايلين لأنه شلون تطير تموت محشوم طبعا. يوقع يلا يصعد، هذا اللي عندي أوقع لكم، أنا أوقع لكم. صعد وقع وصعد ونزل، أخذ بطولة، مو بطولة يعني أول ثاني ثالث، بطولة من البطولات الجيدة. لو تطلع 10 على العالم أنت تعتبر أحد أبطال العالم بالطيران الشراعي الانحداري. نعود أعزائي المشاهدين مرة أخرى إلى دير مارمتي، نشاهده من الجو هنا من خلال هذه الفعاليات الرياضية. تفضل محمد احكي لنا. هذا الطيران التاندم اللي حكيت لك عليه اللي انا ماخذ شهاده به. اي نعم. التاندم اللي هو المزدوج ثنائي. نعم. البايلوت انت خلفي الان. نعم، البايلوت يصير خلف، الطائره يصير خلف، والباسنجر يصير للامام الراكب. هذا الشخص من البصره فاجى الموصل وحب انه يطير وطيرناه في بس مو نشوفه وزنه شويه ثقيل يعني. ما يعني الوزن ما ياثر، لان كل وزن استاذ الى طياره معينه. يعني الاوزان مصنعين على كل وزن طياره معينه حسب الفئات يعني. اي نعم. فحب يطير وحب انه يشوف هاي الرياضه شنو. طبعا بالمناسبه بعد ما نزلنا وكان كلش متعجب. اي نعم. حكى لي انه شلون تطيرون ويعني فد رياضه ممتعه جدا. اي نعم. وبعدها سوينا له سيدي الطيران ماله واخذه ورجع للبصره. قبل 3-4 ايام حكى معاي على اساس انه يجون يريد يطير مره ثانيه. يعني حلو.
عاش يديدك محمد يعني على هذه العروض، وأنت الآن أصبحت أيضا مربي لهذا الجيل، جيل الشباب، من أجل تعلم المغامرات، خوض المغامرات. وهذه المغامرات طبعا مفيدة جدا بالحقيقة، وهي إرادة الله سبحانه وتعالى يعني. طبعا أكيد. طبعا اليوم عندنا مكالمة هاتفية أعزائي المشاهدين من دهوك، من أبو عيسى. ألو، مساء الخير. الو، مساء الخير كابتن. شلونك أبو عيسى؟ زين الحمد لله كابتن، تحياتي لك ولضيفك العزيز، وتحيات عماد البكري كابتن أملكة. أهلا بك. أهلا بك. أشكرك الله يخليك، وتحياتي تحياتي للأخ الزميل عماد البكري. نعم تفضل الأخ أبو عيسى. صقر راح أستاذ. نعم والله حبيت أسلم عليك وعلى ضيفك العزيز، بس يمكن الله يخليك. أستاذ. الله يسلمك، أشكرك. أشكرك الله يخليك، تنور أنت بطولاتك، والله يخليك ويقويك ويطولك، وتحياتي لك يا كابتن، واشكرك، وتحيات كابتن عماد البكري أملكة. وما أعرف موضوعك شنو اليوم أستاذ؟ والله موضوعنا هو طبعا عن الطيران الشراعي الانحداري. احنا سبق وان قدمنا الطيران المظلي من الاخ فريد لفتة، الكابتن فريد لفتة، تحياتنا له ايضا يعني. وموضوع هذا اليوم ما خلينا كرة قدم ولا طائرة ولا بقية الألعاب الرياضية، لأن هو مخصص اليوم لهذا الجيل، لهذه الفعالية الرياضية، لهؤلاء الشباب. هو الطيران الشراعي، كيف تصعد إلى الجو، كيف تنزل، كيف تصنع هذا المحرك. يعني هو صنع محلي عراقي وصنع جوي أيضا، يعني من يصعد جو هو عراقي. هو هذا طبعا موضوعنا لهذا المساء. صح والله خوش يعني. هاي أستاذ ويراد له قوة مثلا، وهم دعم مثل ما هو تفضل، ولو تخوف هم، بس يعني هاي مثلا كل واحد ومهارته مثلا. كل واحد مثلا حسب رغبته. شوف هو متعلم مثلا من صغير عليه ومتعلم على هاي، يعني يراد له قوة مثلا. اي نعم. وما يخاف. تحياتي له صقر العراق، واقول له تنور وان شاء الله. شكرا حبيبي، شكرا الله يخليك. نحييك باذاعتنا اذاعة عشتار، واشكركم، وتحياتي لك يا كابتن. شكرا جزيلا لك، وتحياتي لكل أبناء دهوك إن شاء الله. الله يخليك يا كابتن حبيب قلبي. شكرا. إذا هذه المرة أعزائي المشاهدين، بعد ما افترينا شوي إلى باريس وإلى تركيا، ننطلق بحضراتكم إلى سهل نينوى، ننطلق بحضراتكم إلى كرملس. ماذا حدث في كرملس أعزائي المشاهدين من خلال هذه المشاهد الجوية؟ كابتن محمد، الآن احنا في كرملس. كيف ترى هذه الصور؟ مجرد ملاحظات حتى المشاهدين يشوفوها ويسمعوها. طبعا هاي الطيران هذا كان في رمضان الراح. هاي كانت وزارة الشباب والرياضة كان عندهم ترايك بمشكلة، فجابوه يمنا بالموصلية مثل ما تفضلت. يعني قصدك العربة؟ اي نعم العربة، مثل ما تفضلت انت انه نحن اصحاب خبرة بهذا المجال. فسويناه ودربت شخص اسمه اسماعيل الهلالي، هو رجل السطائر بالترايك وانا بالباراماطور في صقر العراق. هذا في مدينة العفو في منطقة كرمليس في محافظة نينوى. صقر العراق اني وهو في العربة الترايك. كان بيها بعض الإشكالات، فعالجناها وسويت له الدورة بسرعة. يمكن أحكي لك إنه بيومين هو طار لوحده، ولكن هو طيار الرجل من زمان. هذا الجهاز اللي هذا الباراماطور، هذا الباراماطور المنفرد السولو، وهو بالترايك اللي هي العربة.
الحمد لله يعني طار طيرانه كلش كان حلو ورجل مبين عليه يعني متمكن. يعني انا من شفته حسيت انه صار له فتره بهذا المجال الطيران. هو كان مثل ما حكيت لك انه الترايك مال الوزاره كان ببعض المعوقات سويناه في النادي واخذناه الى مدينه العفو منطقه كرمليس، والحمد لله طار. وهذا سوى كابتن اسماعيل اللي طاير به الترايك. هذا طبعا الترايك يحمل 3 اشخاص او 4 اشخاص او 2 او شخص واحد. هذه التجهيزات يعني الرياضيه اللي هذه منين تشتروها يعني لو صنع؟ نعم، قسم منها نشتريها وقسم منها نصنعها. هسه نحن مصنعين ترايك جديد، هذا سويناه مفاجأة إلى مدينة الموصل. سميناه أسطورة السماء. قسم منها نصنعها وقسم منها لا نشتريها لأن غالي الثمن الصراحة، فالتصنيع يطلع علينا أرخص ومع العلم يكون أقوى من الأصلي. يعني ايش قد يكلف هذا الجهاز ليجند سكاي اللي قلت عليه؟ يعني والله هذا يعني الجديد يصل بال 20,000 دولار إذا ما أكثر من 20,000 دولار. صنع محلي؟ لا، الجديد الأصلي أحكي لك. لا أنا أقول لك أنتوا تصنعوه، يعني تقول صنعناه احنا. اللي نحن نصنعه يعني ما يكلف فشي 1500 دولار إذا ما أكثر من 1500 دولار شوية، حسب التصميم اللي أنت تختاره يعني. ولكن الجديد الأصلي بال20,000 دولار، أكثر من 20,000 دولار. عندك جلال العبادي صديق شيء؟ اي نعم، جلال العبادي عندنا مكالمة هاتفية من عنده، يريد يحكي وياك. نعم يعني خليل تفضل. الأخ جلال مساء الخير. الو. الو نعم. الأخ محمد ينتظرك حتى تخابره. نعم، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. طبعا تحياتنا لأستاذنا الفاضل شدراكي يوسف، ونشكركم على هذا البرنامج الأكثر من رائع وعلى هذه الاستضافة الجميلة من قبل قناة أشتار الغراء، طبعا لأحد صقور العراق بحق. هو الكابتن محمد ياسين، صاحب الصولات والجولات في سماء البلدان العربية والعالمية. طبعا أكيد كما تعلمون الكابتن محمد ياسين غني عن التعريف، وهو يحمل راية الله أكبر في جميع المحافل الدولية في رياضة الطيران الشراعي. نعم. والحمد لله يعني تكلل هذا النجاح بافتتاح مركز رياض السماء في محافظة نينوى، والذي يعد الأول مركز تخصصي في هذه الرياضة. نعم. ويحمل الإشارة الدولية بقيادة هذا المدرب الكفو. والصراحة طبعا احنا نشكر كل من ساهم في دعم هذا المركز اللي يقدم كل الخدمات للشباب، وهي الغاية منه طبعا كما تعلمون الغاية هو ضم أكثر عدد من الشباب لهذه الرياضة وإنجاح هذه الرياضة في هذه المدينة الحبيبة. على العلم، على الرغم من غياب الدعم الحكومي بشكل كامل ووقوف جهات معنية أمام إنجاح هذا المشروع، ألا أننا بفضل الله سبحانه وتعالى تقدمنا بخطوة ثابتة والحمد لله. الحمد لله. الحمد لله. أشكرك. طبعا نحب هم باعتباري مسؤول إعلام في مركز رياض السماء، نحن الآن نستعد للخوض بطولة تركيا الدولية في الشهر العاشر من هذه السنة، ونحن على استعداد كاملة. وأيضا المركز حاليا بصدد إقامة دورات. أستاذ جلال هسه بتجهيزات، أستاذ جلال هسه يعني بتجهيزات كلها 2012 هاي السنة إن شاء الله. أكيد كابتن محمد، تجهيزاتنا بفضل الله سبحانه وتعالى وبفضل الخيرين، تجهيزات كلها حديثة، تجهيزات يعني ما ناقصها بفضل الله كل شيء إن شاء الله. الأخ جلال بفضل كل شيء إن شاء الله، بفضل الله سبحانه وتعالى. أكيد هذا كله بفضل الله يعني سبحانه وتعالى، كل هذه بفضل الخيرين. نعم، يعني هذا اللي تفضلت به يعني من التجهيزات وغير، لكن هذا الدعم غير كافي. هاي لعبة شعبية، لعبة أكروباتيكية، لعبة استعراضية، لعبة بطولية. صراحة يعني تحتاج إلى مادة يعني بشكل لا أكثر ولا أقل يعني بصراحة. احنا يعني بالرغم انه ماكو مادة، كان اكو هناك الكثير من الجهات ما كان يصرف لها طبعا فتح هذا المركز، لكن احنا بفضل الله مثل ما قلت لك وبفضل الخيرين تم فتح هذا المركز، وقريبا سيحلق راية الله أكبر وراية المركز في جميع البطولات والمحافل القادمة بعون الله تعالى إن شاء الله. شكرا لك الأخ جلال. وطبعا أيضا أعزائي المشاهدين، احنا من خلال موقعنا الرياضي نقدر أن نصل بهذه الرسائل إلى السادة المسؤولين يعني من أجل متابعة هذا المركز
التعليمي التدريبي. طبعا هو يعني يقول أنا ما محتاج فلوس، بقدر ما أنه أنا أريد أربي هذا الجيل، أوصل هذا الجيل حتى العراق يكون له شأن يعني في شأن دولي كبير في المحافل الرياضية. نشوفك إن شاء الله في اليوم تدخلون هذه اللعبة بالألعاب الأولمبية إن شاء الله, حتى يكون لها مكان يعني بصراحة يعني. تصنيع عراقي مشاهدينا الكرام، والطيران عراقي، هذا ما يستحق به الشباب بآلاتهم بأجهزتهم يعني للوصول إلى نقطة لا بأس بها في سماء الوطن أو في سماء الدول الأخرى. مشاهدينا الكرام، طبعا رياضة السماء هذا المركز، مركز التعليمي، نشوف هم كيف يعملون في هذا المركز من أجل الانطلاق إلى الطيران الشراعي الانحداري. وقتا ممتعا. هذا طبعا أول ترايك تم تصنيعه في مركز رياضة السماء، وهذا طبعا الترايك تم تصنيعه هم دعم ذاتي من الأستاذ أحمد ناجي الحصيرشي. نعم. هو الرجل أيضا أهدي له تحياتنا طبعا من أجل هذا الدعم. هو التحايا والهدايا كلها له والفضل كله له. قل له مو بس إلى كرة القدم يعني. لا طبعا هو رجل ما مخلي أي قصور معانا. فحبينا أن نصنع الترايك، فدعمنا ماديا وبدينا بتصنيع هذا الترايك، سميناه ليجند سكاي، هو أسطورة السماء. يعني فد اسم كلش ضخم، لأن هو الترايك أصلا ضخم، مثل ما حكيت لك انه هو يشيل يتحمل العفو 4 نفرات، 4 اشخاص يطيرون بهذا الترايك. ان شاء الله بعد ما يكمل تصنيعه راح نسوي بيه تيست في مدينة العفو في منطقة كرمليس. راح نسوي فعالية جدا غريبة، راح اطير 4 اشخاص معاي، 2 راح يقفزون سكاي دايف، وانا وشخص راح يبقى معي. طيرنا مره وياك يعني ان شاء الله. نحن طبعا نريدكم تكونوا موجودين بهالفعاليه، لان الاولى في العراق، يعني انه تصنيع عراقي الترايك ويطلعون مظلين عراقيين يقفزون منه. فطبعا اكيد اريد القنوات تكون موجوده، واريدك انت استاذ تكون موجود. انا اريد اطير وياك ونطيرك همين، بس ما قفزك بس نطير. لا بس طيران مو القفز. ان شاء الله ان شاء الله الله يوفقك يعني في هذه الرياضه. طبعا مشاهدينا الكرام، يمكن شفتوا يعني في بدايه مشوارنا لهذا المساء هذا الجهاز اللي هو صانعيه هنا في العراق، شلون طار وشلون التاف، شلون راح، بتصوير من قناة عشتار الفضائية. راح نخليكم تشوفون هذا الجهاز، هو يشرح ما هي مواصفات هذا الجهاز وكيف يطير بهذا الجهاز إلى السماء، أو خلينا نقول سماء الوطن العزيز. هاي كانت جريدة نور، يمكن كان عندها لقاء معانا صحفي في المركز. هاي صور داخل غرفة المحاضرات. اي بعد قليل راح نتحدث عن الجهاز. نعم ان شاء الله. الاخ محمد ان شاء الله. هو هذا الجهاز ممكن ان تتحدث عنه يعني. نعم، هذا طبعا جهاز مو تصنيعنا، هذا الجهاز هو نمساوي. بس نقدر نصنع؟ طبعا احنا مصنعين واحد وقلت لك قريبا راح تشوفوه، صنعنا قبله همين. نعم. ومو بس صنعنا طبعا بالمناسبة واحد، صنعين احنا 3 مسوين 3-4 مفاجآت. اول واحد هو حكيت لك عنه اسطورة السماء، بعد ما كمل، ولكن نحن نتكلم عن التصوير اللي صار في دير مارمت. احكي لي عن المحرك يعني. هو عن المحرك اللي طرد به في دير مارمتي، انا اللي صورت به. هو المحرك اصلا نمساوي، اشتريناه من النمسا، دزونا اياه تركيا وجبنا. وهذا الجهاز شوفه
نعم. هذا المخرج. شكرا الحاج فرات كاظم يعني، ومع مجموعتك كادر قناة أشتار الفضائية. يعني أدخل مباشرة على الخط لأنه تعبوا هذه الليلة يعني إيفان، وعندك لؤي، وعندك محمد خيون أبو نور، ومجموعة أخرى من الأخوة في قناة أشتار الفضائية. وأنا بالحقيقة أعزائي المشاهدين أقدم شكري يعني للتلفزيون اللي أتاح لي هذه الفرصة حتى أتحرك وأتحدث وأقدر أتصل بناس. وأيضا شكرا لزميلنا فيكتور نعم، هو اللي يقدم برنامج نعم شمخ معروف هو طبعا. نعم. أيضا اللي ساهم أيضا، وكان هناك تكاثف يعني عددي. طبعا كنا مثل خلية نحل يعني، الكل اشتغلت والحمد لله حققنا في شيء يعني. الأخ فرات، ممكن أن نعيد يعني نرجع إلى الجهاز إن أمكن يعني بشكل فني؟ نعم هذا الجهاز مثل ما حكيت لك إنه هو نمساوي، أخذناه من النمسا دزلنا إياه إلى تركيا. هذا عبارة عن محرك مصغر، هو شوط واحد يحمل شخص واحد، يعني ما يصير بيه تاندم لأن قوة الباور ماله كلش قليلة. هاي المروحة ماله البروبيلر هي مصنوعة من خشب الزان. وطبعا هو البروب هم عبارة عن جنح، ولكن أكثر الناس يعني ما تعرفوا، بس المختصين واللي عندهم خبرة بهذا المجال. هذا المحرك طبعا تخلي به وقوت اللي انت تحتاجه، وتطير به أكثر من 8 ساعات، يعني تقدر أن أنت تظل بالجو. إذا 8 ساعات؟ نعم، يعني حسب الوقوت اللي أنت تخليه اللي أنت تريده. نعم. هو يتحمل 8 ساعات يعني، يبقى طاير بالجو. إذا خلص الوقود طبعا راح تنزل شراع، يعني ما يصير لك أي مشكلة. راح إذا طفى الإنجن راح تنزل طيران شراعي جدا عادي يعني. حلو. نعم. شيء حلو، شيء جميل يعني. كل اللي نتمناه أعزائي المشاهدين أن يتوفق هذا الرياضي الأصيل الجريء البطل مع مجموعته يعني كوادرة، سواء كان في مدرسة التعليم والتدريب للفن الشراعي أو في أي مكان آخر. إن شاء الله أتمنى لكم إن شاء الله أن تكون إلا فرق عراقية كثيرة يعني، منتخبات عراقية لرياضة الطيران الشراعي الانحداري. أعزائي المشاهدين، ننقل لكم إلى فقرة أخرى من فقرات برنامج الأسبوع الرياضي.
هاي كان يقولون قبل هذه صور والحان حزينه، واحنا نقول لا، صور والحان جميله. ماذا بعد محمد؟ يعني كيف تحضيراتكم الى بطوله تركيا المقبله اللي تحدث عنها جلال العبادي قبل قليل؟ والله ان شاء الله نجيب لكم المركز الاول. التحضيرات هي طيارات، مثل ما حكيت لك انه صار عندنا دعم من الشركه، فان شاء الله هي التجهيزات مالنا كلها حديثه، فهالمره بعد ماكو بيها باب وجواب، يعني لازم المركز الاول. كنا نعاني انه تجهيزاتنا غير حديثه، فيعني مرتبين في التيم كلش حلو، ان شاء الله نشارك في هاي البطوله ونجيب فد مركز يعني يرفع. يعني اكو العاب جديده، يعني تنويع بالالعاب طبعا نحن العراق اول من دخلت هاي الطياره بالعراق ما دخلت طياره اكروباتيك. نحن اول مدرسه نجيب طياره اكروباتيك هي للالعاب الجويه، يعني يسوون سبايرال دايف اللي هو الغطس السريع، يسوون الهليكوبتر هي الحركه اللي تصير هالشكل، تسوي بيها اللوب اللي هي التقلاد. فان شاء الله بهاي البطوله كلها راح نسويها، لان احنا ما كنا متمكنين، لان هاي الطياره شويه غاليه يعني. فالحمد لله بعد ما صار عندنا الدعم اشترينا منها وراح ندخل بطولات بالاكروباتيك ان شاء الله. انتم عندكم اتحاد بهذه الرياضه؟ عندنا اتحاد مركزي يعني. عندنا اتحاد، ولكن الاتحاد مجمد صار له فتره. هي طبعا انا متاكد هو سبب خلافات بين اشخاص وليس الحكومه. نعم. ولكن ندعي من الله ان شاء الله ينفتح هذا الاتحاد وهذه الرياضه الجويه لدعم هذه الرياضه على الاقل. نحن نحب ينلم شملنا بهاي الرياضه الجويه، كل من يحب هاي الرياضه الجويه ان شاء الله نتكاتف ونسوي الشيء اللي ما كنا متوقعين انه راح يصير ان شاء الله. بس طبعا بعد تكاتف وبعد انه نتعاون بيناتنا. أعزائي المشاهدين، طبعا الوقت يمضي بسرعة هذا المساء ونحن معكم على الهواء مباشرة. ظل عندنا شيء بسيط خلال الدقائق الأخيرة من برنامج الأسبوع الرياضي، أنا أسميه اليوم ليلة ممتعة، يعني ليلة ممتعة من خلال مشاهدتنا لهذه الصور. وأيضا نشكرك الأخ محمد، يعني أنت الآن ساهمت في إنجاح برنامجنا بالعكس أنا أشكركم الرياضية. أنا أشكركم وتعبت، يعني تعبتوا معايا والشباب اللي ما وراء الكواليس هم تعبوا، مثل ما ذكرت انت اسمائهم. انت شفت شلون كانوا يركضون؟ نعم انا اشكرهم، وطبعا انا ابقى معاكم امتى ما تريدون، احنا حاضرين، لان هي يعني والله انتم تستاهلون اكثر. يعني مو بس اقول لك قناتنا هذا يعني انتم عاد تنطون فد شيء لبلدنا، فنحن لازم نحن نتعاون معاكم وانتم تتعاونون معنا، وهذا فد شيء يعكس صورة بلدنا. صح؟ اي نعم. إذن شكرا الاخ محمد يعني على هذا الحوار الجميل الحلو. عندنا مزيد من اللقطات اعزائي المشاهدين ستشاهدونها من خلال هذه العروض الممتعة لهذا المساء. هذه كان حبينا نعمل انه مهرجان بسيط في مدينة الموصل في دير مارمتي، فهنا طبعا كانوا طيارين هواية كانوا واقفين ويانا. نعم. حكيت لك انه انا المدرب، فطيارتهم كلهم دائما المدرب هو اخر شخص ينطلق، فكلهم طاروا وبقيت انا اخير شخص طرد. الحمد لله صار مهرجان كلش حلو. هاي تعتبر قفزات مهارية نقدر نعتبرها؟ هي هاي طلعات جوية، يعني هاي يسموها طيران، مو يعني مثل ما انت تفضلت. هاي كان مشارك بيها حتى يمكن نادي اربيل. سوينا فد مهرجان كلش حلو، وبعدها صار الجو مو زين وبدت الامطار وبدت، فلملمنا اغراضنا بسرعة ورجعنا للموصل. احنا المشكلة يعني بهاي الرياضة هو الجو اللي يحكمنا، يعني بس الجو. اي نعم. ماكو يعني انواع الجوية تنطيكم والله نحن حكينا مع الانواع الجوية اكثر من 5-6 مرات، ما جانا اي رد منها، بس ان شاء الله قريبا نحن راح لازم هناك تعاون، يعني انت تعرفون درجات الحرارة الصغرى والكبرى. طبعا اكيد هاي او قبل ايام بعد ايام مثلا نعطيك يعني طبعاً الموقف. اكيد لازم ضروري.
هاي الالعاب الجويه اللي حكيت عليها استاذ اشتراك، هاي طبعا تمرين للالعاب هي وليس العاب، مثل مقارنه بالدول الاجنبيه. يعني هاي ما تسمى العاب ولكن تمرين للالعاب، لان الطياره حكيت لك انه هي مو مال الكروباتيك، كل طياره لها اختصاص، يعني اختصاص معين. هاي الطياره اللي مكتوب عليها صقر العراق هي سويسرية الصنع. نعم. اسمها ادفانشر، العفو ادفانس، هي ادفانس يعني متقدم، مو مال الكروباتيك، مال التدريب للكروباتيك. فهنا كنت انا اتدرب على الكروباتيك، ومثل ما حكيت لك انه ان شاء الله سجبنا طيارات جديده وهي للكروباتيك، وان شاء الله نشوفكم المفاجآت اللي نحن كنا حضرناها للشعب العراقي. شنو اللي عندك لما تحدثت به هذا المساء؟ خاف نسيت شيء. والله انا يعني طبعا واكيد نحن دائما ننسى، فنحن يعني انا احب انه من هذا المنبر اشكر اخي، هو بالبدايه شكرته ما يعجز اللسان يعني عن شكره، هو مدربي واخي وابي الكبير صبا ياسين فتحي، هو اللي وصلني لهذه المرحله، ونشكر كل من تعب معايا لوصلني لهذه المرحله. وطبعا مثل ما حق استاذ جلاء انه راح نشوفكم الكثير ومن المفاجآت، ونشكرك انت استاذ شدراك على هاي الفرصه اللي اتحت لنا اياها، ونشكر كل الكادر قناه عشتار. وانا محضر هديه بسيطه الى قناه عشتار، هو درع من مركز رياضة السماء، ما ادري اذا للتعليم الطيران الشراعي. هذا درع المدرسة. نعم. هذا إلى قناة عشتار، هدية إلى قناة عشتار. أشكرك جدا. نحن نشكركم ونشكركم على الضيافة، وتعبتوا معنا، وإن شاء الله نحن مستمرين معاكم ومع كل القنوات اللي تدعم الرياضة الجوية. إذا شكرا الأخ محمد على هذه الهدية، هي ما لها قيمة لكن قيمتها هي قيمة معنوية. يعني تحفظ للأجيال وتحفظ للتاريخ وتحفظ للحضارات. هاي راح تبقى من خلال هذا اليوم. يعني كل هدية ما يكون لها قيمة، يعني قيمة روح، لا لكنه طبعا الأمور المعنوية تبقى على طول الخط، يعني تبقى تاريخ. نعم، إلى معنى كبير هذه. نعم. وشنو يعني بس أريد محتويات هذا الشعار مثلا؟ هذا الشعار هو شخص طائر بطائرة شراعية. نعم. هو يعني فد رمز للطيران الشراعي. نعم. اسم المدرسة مالتنا هي مركز رياضة السماء، سكاي سبورت اي كيو. اي كيو رمز العراق، معروف دوليا. وكاتبين عليه هدية تقديرية إلى قناة عشتار الفضائية. طبعا هي هدية كلش بسيطة. بس إن شاء الله نقدمها لهذه القناة وكل القنوات اللي تحب الرياضة الأكثر والأكثر. وإحنا هم باسم القناة يعني نشكرك جزيل الشكر على هذه الهدية اللي ما تقدر بثمن الحقيقة. وبنفس الوقت إن شاء الله أبواب قناة عشتار مفتوحة للرياضيين في الموصل، يعني من أجل استدعائهم وتقديمهم يعني في قناة عشتار، ليس على مستوى الطيران الشراعي وإنما على مستوى الفعاليات الرياضية. من خلالك أيضا احنا ندعيهم للاستضافة في قناة عشتار الفضائية. وإذا عندنا المزيد الأخ فرات ممكن أن نستمر. نعم، عندنا فقرة أخرى أيضا ممكن أن نستمر يعني في الفقرات الأخيرة من برنامج الأسبوع الرياضي، ونؤكد شكرنا وتقديرنا ومساهمتكم في برنامج الأسبوع الرياضي ومساهمتكم في قناة عشتار الفضائية الأخ محمد ياسين. نحن نشكركم، مثل ما حكيت لك أنه تعبتوا معنا، بس إن شاء الله يعني نقدم لهذه القناة المزيد والمزيد إن شاء الله. وإحنا أنت هديتنا المادة الأخيرة، وإحنا نرجع نهدي لك إياها المادة الأخيرة من برنامج الأسبوع الرياضي لهذا المساء. وقت ممتع.
إذا هذا ما يسمح به الوقت الأخ محمد ياسين في برنامج الأسبوع الرياضي. وأيضا مرة أخرى أكرر شكري لك وتحيات قناة إشتار الفضائية من مديرها العام وإلى أصغر موظف في هذه القناة. وإن شاء الله نكون هذه الدعوات مستمرة للاتصال بكم ولاستضافتكم ولنشوف ما هو الجديد في رياضة الشراع الجوي خلينا نقول. ان شاء الله. نعم. احنا كل اسبوع راح نسوي لكم مفاجأة ان شاء الله، بس خلي شوية الجو يتغير وما نقطع من المفاجآت. واعيد الشكر الى قناة عشتار الفضائية، واشكر استاذ غزوان الرجل هم تعب معانا وشارك معانا بكثير مكانات، والشكر لك الجزيل. واشكر كل الكادر اللي ساعدنا هاليوم، لان انا شفتهم الصراحه تعبوا يعني يروحون يجوا. الحمد لله بيضنا وجه وبيض وجه، وهي القناه دائما براغه ان شاء الله تبقى بهذا المجال. هكذا تودعكم اعزائي المشاهدين قناه عشتار الفضائيه على هذه السهره الجميله بعد منتصف الليل. نلتقيكم إن شاء الله الأسبوع المقبل. تقبلوا تحياتي أنا اشتراك يوسف وتحيات المخرج فرات كاظم، وشكرا للضيف العزيز محمد ياسين. إلى اللقاء والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.